الصيف دخل والحر اشتغل والنهارده الجمعه، فيلا بينا نرتب على نفسنا بايس كريم عم جمعه. لو عمرك جربت ايس كريم شعبي وطعم عالمي يبقى اكيد عديت على ايس كريم عم جمعه. النهارده ان شاء الله هنجرب تشكيله ايس كريم من العيار التقيل، من اول البيستاشيو لحد البطيخ. واحلى طعم بيعجبني من عم جمعه القهوه الموك. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. بيقول لك ايس كريم البيستاشيو بتاع عم جمعه بيخطف القلب قبل البطن، فقلنا لازم نجرب بنفسنا. فالنهارده ان شاء الله هنجرب 1 2 3 4 15 ايس كريم من عم جمعه، منهم حاجات اول مره اجربها ومنهم حاجات جربتها قبل كده، يعني فيهم اطعم جديده عليا وفيهم اطعم غريبه. طبعا هيكون نجم حلقه النهارده ايس كريم بالبيستاشيو، ده هنخليه اخر واحد، واللي انا جربته قبل كده وعارف طعمه واكتر حاجه بحبها فيه لغايه دلوقتي ايس كريم قهوه موكا. عندنا جيلي لاند فراوله وفروتي ميلك كومبو فانيليا كراميل، وعندنا سويتش ومانجا زبديه، وهنا ايس كريم بالبطيخ، وعندنا ايس كريم كوكيز مكتوب عليه كوكيز كريم، وعندنا فريسكا فانيليا كراميل، وساندوتش كوكيز اسمه كوكيز ويتش، وستيكرز شوكولاته، وعندنا بقى شويه حبشتكنات تانيين كده. فيلا بينا نجرب وهنشوف هل فعلا البيستاشيو يستحق لقب احسن ايس كريم الصيف ده ولا لا. خليكم معانا للاخر واعملوا لايك للفيديو وشاركوا في القناه وفعلوا الجرس، ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. عندنا اول حاجه هنجربها ايس كريم شوكولاته بصوص الشوكولاته، فوق كده عليه قطع شوكولاته. ايس كريم شوكولاته بصوص الشوكولاته، دي تقريبا بسكوتات. ايس كريم شوكولاته عادي ومن فوق كده بسكوت شوكولاته. بسم الله. طعم الشوكولاته اللي فيه جميل، الله ينور، ما فيهوش غلطه. وبعد كده عندنا ايس كريم كوكيز اند كريم، مفروض عليه حتت بسكوت شوكولاته. نفتح كده ونشوف شكله من جوه، نقول بسم الله. ادي شكله كده من جوه، عليه سوداني ومكسرات. بسم الله. هو طعمه حلو وجميل، بس مش شايف فيه بسكوت الشوكولاته اللي هم بيقولوا عليه. يعني الشكل من جوه غير الشكل من بره، زي ما انتم شفتوا الشكل من جوه عليه سوداني ومكسرات، لكن المفروض يكون عليه من بره بسكوت شوكولاته زي ما انتم شايفين كده. مش عارف بقى هل هي غلطه طباعه ولا ايه بالظبط. طعم البسكوته اللي بره دي جميله قوي، رغم ان الشكل جوه غير الصوره من بره خالص، بس طعمه حلو برده مش وحش. عندنا بعد كده بقى ايس كريم فولكان، دوق طعم الاجازه. ماشي. هما زي ما انتم شايفين كده الرسمه، المفروض ده بقى عليه ايه؟ عليه مكسرات كده برده وشوكولاته مع الفانيليا. وبسم الله وندوق. ده بقى زي الصوره بالظبط، عليه بقى مكسرات وشوكولاته مع الفانيليا. بسم الله. مختلف عن التاني حاجه بسيطه، هو المختلف فيهم بس صوص الشوكولاته. البسكوت هنا مش بسكوت شوكولاته، بسكوت عادي. صوص الشوكولاته مديه طعم حلو، الله ينور، طعمه جميل. نخش بعد كده بقى على ايه؟ كومبو فانيليا كراميل. نفتح بقى كده ونقول بسم الله. شبه الصوره برده، بس زي ما انتم شايفين هنا في الصوره المفروض يكون اللي فوق كده كره كبيره، هنا كره صغيره، وزي ما انتم شايفين كده متغطي من بره شوكولاته وعليه قطع سوداني، بس ما علينا، المهم الطعم والشكل من جوه. بسم الله. طعمه حلو جميل، وطعم السوداني مع الشوكولاته والفانيليا حلو وجميل، بس عايزين نشوف الكراميل بقى. بسم الله. لحد حالا مفيش كراميل، يعني انا كده خلصت الطبقه اللي فوق بحالها ودخلت جوه ولسه الكراميل ما طلعش. الكراميل بدا يظهر اهو بس تحت خالص. فاكر انا الصيف اللي فات لما كنت بجيبه كان بيبقى الكراميل من اول فوق زي الصوره كده. السنه دي شكلهم كده مش زي السنه اللي فاتت، يعني انا خلصتها كلها اهو تقريبا ومفيش كراميل غير حته صغيره خالص كده. بقى ما ينفعش يا عم جمعه، المفروض في كراميل من فوق لغايه تحت، ينفع الكلام ده بقى. ونجرب بعد كده سندوتش ايس كريم كوكيز ويتش. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده سندوتش بسكوت شوكولاته ومن جوه فانيليا، شكله حلو جميل شبه الصوره بالظبط. بسم الله. طعمه خطير، من احلى الحاجات اللي بحبها في عم جمعه برضو. احلى حاجه عجبتني لغايه دلوقتي. بعد كده عندنا فريسكا فانيليا كراميل. بسم الله. دي شكل الفريسكا بتاعت عم جمعه، المفروض بقى من جوه يكون فيها ايه؟ فانيليا وكراميل. نفتحها كده من جوه ونشوفها من جوه. هي فيها شوكولاته اللي هو في الرسمه برضو عليها في الرسمه تحت البسكوت شوكولاته وبعدين فانيليا وبعدين كراميل. دول كده نقول بسم الله. طعمها حلو بس طعم الكراميل فيها مش باين قوي برده. مش عارف بقى هل عندهم مشكله في الكراميل برده ولا ايه، لان برده من شويه في الايس كريم الثاني ما كانش فيه كراميل قد كده، تقريبا عندهم عجز في الكراميل ولا ايه مش عارف. بعد كده بقى عندنا جيلي لاند فراوله، شكله كده ساح من جوه، ده فعلا ساح شويه. ايس كريم جيلي فعلا، جيلي يعني، فده طبعا لو مسكتها هتقع مني، فناخد حته كده جيلي من الجنب. بسم الله. الله، طعمه جميل قوي، ده ريحته جميله قوي وطعمه جميل. اول مره اجربها وعجبتني احسن من سندوتش الشوكولاته، يعني دي تعتبر كده عندنا النهارده رقم واحد. عندنا بعد كده بقى الفروتي ميلك، كوكتيل فواكه كده مع اللبن. فروتي ميلك يعني فواكه باللبن. ماشي. هنفتح كده نقول بسم الله. زي ما انتم شايفين كده شكلها من جوه كلها كده الوان، لون اصفر ولون اخضر ولون برتقاني ولون احمر، يعني المفروض مجموعه فواكه مع اللبن. بسم الله. هو طعمه حلو وجميل، في طعم فواكه مختلف بس مش احسن حاجه يعني، بس طعمه حلو شغال، اللي بيحبوا طعم الفواكه ممكن يعجبهم. عندنا بعد كده المانجا الزبديه، برده كده حاسس كده انها ساحت في الكيس، ربنا يستر. بسم الله. دي ساحت خالص في بعض دي يا عيني. طعمها حلو زي ما انتم شايفين كده شكلها من جوه، هي المفروض تكون في العصايه بس ساحت مني بقى، بس ما علينا، هي ريحتها جميله. بسم الله. طعمها حلو جميل قوي، وطعم المانجا فيها ريحه المانجا الطبيعي خالص، يعني مش عارف عملوها ازاي. والحته الصفراء اللي جوه دي طعمها حلو برده مش وحش، اللي بيحب المانجا هتعجبهم قوي. دي تعتبر ثالث احلى حاجه عجبتني النهارده بعد الجيلي فراوله وبعد السندوتش. عندنا بعد كده اللي ما اعرفش هم عملوه ازاي، ايس كريم بطعم البطيخ. بصراحه اول مره اجربه، شكله ساح برضه في بعضه كده في كيس زي ما انتم شايفين كده، سايحه في بعض خالص، بس ما علينا هنجربها برضه. زي ما انتم شايفين كده فيها لون اخضر ولون احمر.
بس طعمها حلو، فيها طعم بطيخ جامد يعني، تعتبر في مستوى المانجا، طعمها حلو وطعم البطيخ فيها حلو وجميل. طبعا انتوا ممكن تسالوا ليه الحاجات سايحه خالص كده، عايز اقول لكم ان انا جايب الحاجات دي من اول امبارح، لان طبعا في السوبر ماركت الناس بتفتح وتقفل في الفريزر، فما الحاجات كده ما بتكونش مجمده جامد، قلت احطها في الفريزر عندي تجمد جامد عشان خاطر لما اجي اصور تكون جامده حلو يومين كده لغايه ما تجمد جامد. فايه اللي حصل بقى؟ الكهرباء قطعت اول امبارح 3 ساعات، وقطعت امبارح 4 ساعات ورا بعض. فبصراحه انا كنتش هصور الحلقه، بس قلت طالما جبت حاجات اصورها وزي ما تيجي تيجي. فالمهم صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. عندنا بعد كده ايه؟ ستيكرز شوكولاته، ربنا يسهل وما يكونش هو كمان سايح في بعضه. الحمد لله ماسك نفسه شويه ده لسه، زي ما انتم شايفين شكله من بره كده زي الصوره، عليه برده قطع سوداني زي ما انتم شايفين كده، المفروض يكون ده غرقان كراميل برده الخشبه مش ماسكه فيه حلو. نقطع كده بسم الله. طعمه جميل قوي، نص ايس كريم شوكولاته ونص ايس كريم فانيليا، يعني حاسس برده فيه سوداني كتير، المفروض فيه كراميل، بس الكراميل لسه ما جاش لغايه دلوقتي. برضه لغايه دلوقتي ما جاش الكراميل. ده بقى انا فاكر كنت بجيبه السنه اللي فاتت كان بيبقى مليان كراميل من جوه، كان بيبقى مليان يعني، فتحناه للاخر وما فيش كراميل. فعم جمعه السنه دي مش زي السنه اللي فاتت خالص، اللي كان بيجيبها السنه اللي فاتت وبيشوف فيها كراميل كتير يكتب لي تحت في الكومنتات ويقول لي هل فعلا كان بيبقى فيها كراميل كتير ولا لا. يبقى كده عندنا الستيكرز الشوكولاته حلوه، بس نسبه الكراميل فيها بقت قليله خالص، ما عادش زي السنه اللي فاتت. بعد كده بقى عندنا ايس كريم فولكانو فانيليا، نقول بسم الله وربنا يستر ما يكونش زح هو كمان. الحمد لله ماسك بعضه شويه زي ما انتم شايفين كده، برده الشكل هنا برده الشكل شبه الصوره قوي. طبعا هاجي اشيلها تقع فعلا مش ماسكه نفسها. طعمه حلو، طعم الفانيليا اللي هنا مختلف عن التانيين. نقطع كده حرام عليك باظ، دوق برضو كده، باظت مني خالص بقى، بس مش مشكله، كده كده ما تنزلش سليمه. طعم الفانيليا اللي فيه جميل، وطعم البسكوت الشوكولاته اللي هنا ده طعمه حلو برضو، والسوداني مديها طعم جميل. بعد كده عندنا سويتش، نص ايس كريم عادي ونص سندوتش شوكولاته، ونقول بسم الله ونشوف شكله كده من جوه زي الصوره، نص سندوتش ونص ايس كريم عادي. بسم الله. حلوه طعمها زي لسه مجربها دلوقتي. دوق كده الناحيه الثانيه بسم الله. طعم سندوتش ايس كريم برضو عادي، طعم الفانيليا اللي جوه جميل برضو حلو. يعني ده بقى اللي عايز ايه، بدل ما يجيب واحد سندوتش لوحده وواحد ايس كريم لوحده يجيبه وياكل الاثنين مع بعض. كده بقى يكون فاضل عندنا البيستاشيو والقهوه الموكا. فنجرب اول حاجه البيستاشيو عشان عارف القهوه الموكا وعارف طعمها، وطعمها بيبقى خطير وجميل، فعشان لو البيستاشيو طلع مش تمام نحل بالموكا. فنفتح كده نقول بسم الله، يا رب ما يكونش ساح هو كمان زي التانيين. باين عليه زي ما انتم شايفين كده ان هو فيه ايه، حتت كنافه، مش عارف امسكه طبعا من الايد عشان الايد زي ما انتم شايفين كده ايه سايبه خالص، فلو مسكته هيقع. نقول بسم الله. طعم البيستاشيو حلو وقراش الكنافه موجوده، فالفكره حلوه ومنفذينها حلو. لا الله ينور، طعمه حلو وجميل. كنت متوقع ان هو ما يكونش حلو، بس هل يساوي 20 جنيه؟ اظن غالي شويه ب 20 جنيه، بس طعم حلو والتجربه حلوه برده. وعندنا اخر حاجه بقى في حلقه النهارده القهوه الموكا، اظن دي هتبقى البطل بتاع حلقه النهارده. القهوه الموكا بتكون احلى حاجه عندهم، حتى الوحيده اللي ماسكه نفسها عارفه نفسها بطل. زي ما انتم شايفين كده شكلها من جوه زي الصوره، من بره عليها شوكولاته بيضه ومن جوه فيها بقى ايه ايس كريم القهوه الموكا. نقول بسم الله. تجنن. احلى حاجه عملها عم جمعه، يعني بدات تتفتت ما لحقتش تتحمل. طعم الشوكولاته البيضاء اللي بره دي جميل، وطعم ايس كريم الموكا اللي فيها خطير خطير خطير. كالعاده احلى حاجه عجبتني في حلقه النهارده هي القهوه الموكا 10 من 10. النهارده ما جربتش كل انواع الايس كريم من عم جمعه، بس جربنا 15 طعم فيهم بعض الاطعمه الجديده، وطبعا اجدد طعم فيهم البيستاشيو، وكان في 14 طعم كمان جربتهم فيهم برضو اطعمه جديده وجميله، بس لقيت الحلقه هتطول مني فقلت خليهم في حلقه ثانيه لوحدهم. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار اول ما الفيديو ينزل. بشكل عام ايس كريم عم جمعه السنه دي اقل بكتير من السنه اللي فاتت في الحاجات اللي فيها كراميل. يعني انا فاكر السنه اللي فاتت الحاجات اللي كان فيها كراميل زي الفريسكا والايس كريم ده كانوا بيبقوا مليانين كراميل من جوه، وكان طعم الكراميل فيهم جميل، وكان كميه الكراميل فيهم حاجه محترمه وبتميزهم. مش عارف بقى السنه دي عندهم ازمه في الكراميل ولا ايه، بس ان شاء الله باذن الله يحاولوا يظبطوا الموضوع. باقي الحاجات الحجم اصغر شويه بس الطعم هو ده يعتبر طبيعي بالنسبه للتضخم والغلاء اللي بيحصل. فانا بشوف ان هم يصغروا الحجم ويحافظوا على الجوده والسعر اهم من ان هم يكبروا الحجم ويغلوا السعر. احلى 5 عجبوني في الترتيب، الخامس المانجا، ورقم 4 جيلي الفراوله، ورقم 3 البيستاشيو، ورقم 4 السندوتش العادي. واحلى حاجه عجبتني طبعا القهوه الموكا، طعمها جميل وخطير، وده مجرد راي شخصي وذوق الشخصي. طبعا طبيعي ان حاجه تعجبني وما تعجبكوش وحاجه ثانيه تعجبكم ما تعجبنيش، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. فالمهم رايكم انتوا، اكتبوا لي تحت رايكم في الكومنتات ايه اكتر حاجه بتعجبكم في ايس كريم عم جمعه، ولو في اطعمه ثانيه عايزين نجربها اكتبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله هدور عليها، اول ما هلاقيها هجيبها واجربها ان شاء الله. وهديه النهارده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاه والسلام، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ام المؤمنين السيده جويريه بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكره حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد ان اضحى فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، او كما قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاه والسلام. في الحديث الشريف السيده جويريه بنت الحارث بتخبرنا عن ذكر جميل وعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ عليه كل يوم بعد صلاه الصبح في وقت الضحى. ففي الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على الذكر الجميل ده: لو اتحط في كفه والاذكار اللي قالتها ام المؤمنين السيده جويريه بنت الحارث من
ساعه ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها لغايه لما رجع اتحطت في كفه ثانيه. الذكر الجميل ده لما اتقال 3 مرات هيساويهم في الاجر، بل في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلبتهن. سبحان الله تعظيم الله عز وجل وتنزيهه عن النقائص، عدد خلقه اي سبحان الله قدر عدد خلقه من اول ما بدا الله عز وجل الخلق الى نهايته. سبحان الله رضا نفسه اي اسبحه تسبيحا يقع منه موضع الرضا او ما يرضاه لنفسه سبحانه وتعالى. سبحان الله زينة عرشه اي سبحان الله وزن ما لا يعلم قدر وزنه الا الله سبحانه وتعالى وهو العرش، فما فيش حد في الدنيا يعرف مقدار وزن عرش الرحمن الا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله مداد كلماته اي سبحان الله بعدد الكلمات التي لو جعلت البحار مدادا لها لنفدت البحار قبل ان تنفد كلمات الله. فما نحرمش نفسنا من الذكر الجميل ده، حاول تلتزم بيه دايما في اذكار الصباح، مش هياخد منك دقيقه، ولو نسيت تقوله في اذكار الصباح قوله في اي وقت في اليوم. المهم حاول بقدر الامكان ما يعديش منك يوم الا لما تقول الذكر الجميل ده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات. ودي كانت هديه النهارده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاه والسلام. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، ان شاء الله حلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش تشتركوا في صفحات القناه على مواقع السوشيال ميديا، هتلاقوا لينكات صفحات القناه موجوده تحت في صندوق الوصف. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في ارض العزه وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان، وادعوا الوالد وجميع موتى المسلمين بالرحمه والمغفره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله حاجه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صل على محمد 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 صل على